عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة رئيس النادي النصر السعودي مسلي. ايه يا عم مسلي ده؟ ايه يا عم؟ هي خناقة يابا؟ انت راح تجيب لي تكاسي وراح تجيب لي سيديو ماني وجيب لي كريستيانو رونالدو عشان مين؟ عشان مين يا ابني؟ يا ابني احنا اضعف من كده، ده احنا غلابة، ده احنا فاركو روانا 3. ايه الناس اللي انت جايبها لنا دي؟ حرام عليك يا جدع، مش كفاية كريستيانو؟ كمان سيديو ماني وتكاسا، يا راجل حرام عليك يا جدع. هيقابلوا مين؟ ده احنا عندنا عبد المجيد والزناري ومحمد طارق، ناس بتوع فاكهه، دول مش لعيبه الكوره عشان تجيب لهم الناس دي يا جدع. دي لعيبه اساسا كانت بتبيع فاكهه وده جابه من النادي. اكون انت راح تجيب لي شله المنحرفين عشان يقابلوا الزمالك؟ يا عم ده احنا فريق ضعيف، ما انت شايف الاهلي لسه واكلنا 4، الاهلي لسه واخدنا 4 مع الرافه، تروح انت تكبر الموضوع قوي كده؟ يا عم مش مستاهله وربنا، يا عم مش مستاهله يا عم المعمر، يا عم حرام عليك. دي احنا هتقابل مين ورا؟ ده عبد المجيد على الله فكهاني والزناري ومحمد طارق وعبد الغني ربنا يفك ايديته، لعيبه على الله. احنا في اساسا احنا فرقتنا على الله كلها، على الله حكايتنا. تروح انت تكبر الموضوع قوي والناس تقول لك ده النصر معاه حكايه وهيحط على الزمالك. طب ما انت شايف الاهلي حاطط علينا من غير حاجه. انت عايز تفضحنا؟ انت يا عم عايز تفضحنا في البطوله العربيه، تخرجونا بفضيحه؟ هو احنا ناقصين فضايح يا عم النصر السعودي عشان تكبر الموضوع وتجيب لنا تكاسي وسيديو ماني وكريستيانو رونالدو؟ يا ابني احنا مش قد الناس دي، يا ابني احنا اضعف من كده بكتير. ده نادي الزمالك منهار، ده ضيع النادي. انتوا جايين في وقت مش وقتكم عشان تعملوا حكايه مع الزمالك. حرام يا جماعه. هو احنا اي حد يجي يحط علينا؟ هو احنا ما بنلحقش نشم نفسنا؟ ليه كده يا جماعه؟ هو ما فيش غير الزمالك هفق؟ ما فيش غيرنا؟ كل الدنيا عايزه تحط علينا، كل ما حد يجي يلعبنا يجيب لنا نجوم العالم على اساس ان احنا حلوين قوي. دي احنا ضايعين، احنا فريق ضايعين، مجلس الاداره مضيعنا. فانا بكلم رئيس النادي السعودي، رئيس النصر، يا عم ما تكبرش الموضوع، يا عم ده احنا اغلب من كده بكتير. ده نادي الزمالك على الله حكايته، والله على الله حكايته. فلم الموضوع، عايزين نلم الليله. يعني ايه اما نيجي نلعبكم ما تخليش الناس دي تورث علينا. مش عايزين فضايح، احنا مش عايزين فضايح. فبعد اذنك يا استاذ مسلي اللي انت لم الدنيا، عشان الدنيا كلها بتتكلم اللي النصر هيحط على الزمالك والزمالك هيطلع بفضيحه. ده العيال عندنا من ساعه ما سمعت وهم مهزوزين، لعيبه الزمالك مهزوزه. قال لك تكاسي ذات نفسه هيلاعب الزمالك، وكمان سيديو وكريستيانو. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ يا عم دي احنا اللي فينا مكفينا يا عم. اسمع يا عم دادا، اسمع يا عم دادا، جاب لنا مين؟ على اساس ان احنا يعني فريق جامد. ده احنا على الله حكايتنا. فبعد اذنكم الكلام ده رئيس نادي النصر نلم الليله او نلمها بدري في الماتش. كفايه لو لعبتوا الزمالك تغلبونا 3، اديك شايف الاهلي لسه ريعنا 4. فحرام الضرب في الميت، حرام يا جماعه. ما بقاش كل حد يقابلنا كده يحط علينا واحنا خلاص بقينا هفقات افريقيا وهفقات العرب. مش كده. احنا في يوم من الايام كان لنا اسمنا يا جماعه، كان نادي الزمالك ليه اسمه. مش كل الفرق تبقى طمعانه فينا، احنا بقينا نخاف على نفسينا، احنا بقينا نخاف على نفسينا. فارجوكوا نهدي الدنيا شويه. وبقول لي تكاسي، خلاص يا تكاسي، مفيش حكايه، مفيش روايه. خلاص يا عم سيديو، يا عم عشان خاطر ابو صلاح سيديو، محدش يعمل غلط مع الزمالك عشان احنا اللي فينا مكفينا.